تعالي اقولك على كل اسرار الزلابية عشان تطلع معاكي زي اللي بتشتريها من بره بالظبط، وازاي تفضل مقرمشة ومحافظة على قرمشتها لأطول فترة، وازاي تطلع معاكي مدورة بالشكل ده بدون ما نلمس العجينة. شوية اضافات بسيطة من مطبخك هينقلوها في حتة تانية خالص. شاربة الشربات ومقرمشة جدا وطعمها تحفة. تابعوا بقى الفيديو للنهاية عشان تستفادوا. قبل ما نبدأ ما تنسوش بقى لايك كتير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد، ويلا بينا نشوف الطريقة والمقادير. الزلابية من الحلويات الشرقية اللي بتحتاج شربات يكون تقيل وبارد. عشان نحضر الشربات هنحتاج 2.5 كوباية من السكر، وهنزود عليهم 2 كوباية من المية، ومعلقة كبيرة تكون مليانة كويس جدا من عسل الجلوكوز. تقدروا كمان تستبدلوا عسل الجلوكوز ب1/4 كوباية من عسل النحل. وفايدة عسل الجلوكوز ان هو بيمنع الشربات يسكر، وكمان بيدي للشربات لمعة حلوة جدا، وبيعدل نسبة السكر في الشربات، يعني بيخلي الشربات بتاعنا مش مسكر زيادة عن اللازم. هناخد بقى الخليط اللي احنا عملناه ده نرفعه على نار متوسطة، واول ما يبدأ في الغليان هننزل عليه بعصرة نص ليمونة. هنسيبه على نار متوسطة لمدة 10 دقايق كمان. بعد كده بنطفي عليه النار وبنديله ظرف فانيليا او نص معلقة صغيرة من الفانيليا. بعد كده هنفضيه في طبق تاني وهنسيبه لحد ما يبرد خالص. وكده يبقى حضرنا الشربات. تقدروا بقى تستخدموه لأي نوع حلويات بدون ما يسكر معاكم خالص. وبالنسبة لعجينة الزلابية فأنا هحتاج 3 كوبايات دقيق. استخدمت دقيق متعدد الأغراض. هزود عليهم معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وهزود كمان معلقة كبيرة سكر، معلقة كبيرة تكون مليانة كويس، ومعلقة كبيرة هرمية بالشكل ده من بودرة الكاسترد. بودرة الكاسترد بتدي للزلابية لون حلو جدا، لو مش متوفرة بنستبدلها بنشا. وهزود كمان 2 معلقة كبار نشا. النشا طبعا بتدي للزلابية قرمشة حلوة جدا. الإضافة بقى اللي بتعزز من الطعم هما 2 معلقة كبار من الحليب البودرة. تقدروا كمان لو مش متوفرين بتستغنوا عنهم خالص. وعشان العجينة يبقى ريحتها حلوة كده بنضيف ظرف فانيليا أو نص معلقة صغيرة من الفانيليا. وهضيف كمان نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، بتخلي الزلابية هشة كده، وكمان بتتشرب الشربات كويس. ورشة ملح صغيرة كده عشان تعادل الطعم. وهنبدأ نقلب كل المكونات دي مع بعض كويس جدا، وبعد كده هنبدأ نعجن بالمية. في البداية معايا 2 كوباية من المية الدافية. اهم حاجة مش بنضيف المية كلها مرة واحدة، لا بنضيفها بالتدريج كده شوية بشوية. هنضيف شوية مية كده ونبدأ نقلب بالمضرب اليدوي بالشكل ده. طبعا الدقيق بيختلف من نوع للتاني في امتصاصه للسوائل، عشان كده مش بنضيف المية كلها مرة واحدة، لا بنضيفها شوية بشوية ونشوف العجينة هتحتاج معانا مية قد ايه. ببدأ ان انا اضيف المية تدريجيا بالشكل ده، وبقلب كويس جدا بالمضرب اليدوي. نقلب بقى بايدينا بالمضرب اليدوي بالعجان. اهم حاجة تقلبوها كويس جدا. هنقلبها حوالي 4-5 دقايق بالشكل ده لحد ما نلاقي العجينة القوام بتاعها بقى ناعم جدا معانا ومفيهوش اي كتل خالص.